السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كيكه باللبن. كتجي روعه لا في الشكل ولا في المذاق، كتجي خفيفه وشيشه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنبداو بها، عندنا هاد 3 البيضات، غنضيفو عليهم كاس ديال السنيده. انا هنا كنعبر بكاس ديال العنبه، ساشي ديال الفاني، قبيصه ديال الملح، وغنخلطوا هاد المكونات مزيان بالخلاط اليدوي او الكهربائي اللي بغيتو. وهنا غادي نضيفو كاس ديال الزيت، وغنعاودو نخلطوا هاد المكونات مزيان كيف ما كتشوفوا. من بعد غنضيفو كاس ديال اللبن، هنا عندنا كاس ديال الطحين، هنا درنا الكاس الاول. من بعد بالنسبه لهنا انا درت اللوز ودرت الكركاع، درتهم في واحد شويه ديال الطحين باش نتفادى انه ينزل في القاع ديال المول. وصافي غادي نحركو مزيان كيف ما كتشوفوا. يمكنكم تضيفوا اللي متواجد عندكم، انا درت اللوز والكركاع، يمكنكم ديروا اللي بغيتو نتوما، كيبقى اختياري. هنا غنضيفوا الكاس الثاني، غنضيفوا 2 خمارات، هنا غنضيفوا غير تقريبا ربع ديال الكاس. انا هنا كيف ما قلت لكم كنعبر بكاس العنبه، يعني الكميه انا درت لي جوج كيسان وربع. هنا غنضيف معلقه ديال الخل، وصافي. هنا غندير الخمارات، 3 الخمارات، 3 كيف ما قلت لكم. درت 2 كيسان ديال العنبه وضفت 4 كاس. صافي هنا غندير 3 الخمارات، وغنحرك مزيان. هنا جبت القالب دهنته بالزبده ورشيته بالطحين، صافي كنفرغ فيه الخليط كيف ما كتشوفوا. هنا غادي ندير اللوز، هنا قطعت اللوز والكركاع وزوقتهم من الفوق. كنبغي انا صراحه نديرهم بحال هكا والعجينه تكون خضراء، زعما الخليط يكون خضر، حسن ما انني طيب عاد انني نديرها. صافي ندير اللوز والكركاع عليها كامله بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. صافي كندخلها للفرن. انا كندير الفرن على 180 درجه. ها انتم شفتوا منين طابت، شفتوا كي كتجي صراحه زوينه. نتمنى عندكم تجربوها، كتجي خفيفه وهشيشه والمذاق ديالها زوين. هنا بالنسبه انا درت نص حامضه، نص عصير ديال الحامض مع 3 المعالق ديال السنيده، وغنضيف ليهم واحد نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال الماء، وغادي نديرهم فوق البوط. هذا هو السير اللي غنسقي به كيكه. صافي من بعد ما وجد انا كنخلي شويه عاقد، صافي كنسقيها به كيف ما كتشوفوا.
كيضفي عليها واحد اللذة زوينه. كنحاول انني نسقيها كامله من الفوق. غير جربوها غتولي معتمده عندكم هاد الكيكه. هو الشكل النهائي ديال الكيك. صراحه كتجي زوينه لا في الشكل ولا في المذاق، وكتجي هشيشه رطبه وهشيشه. نقطع لكم طريف تشوفوا كي كتجي من الداخل. صراحه كتجي روعه. اتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من التعليق ومن لي لايك وبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله. هانتوما البنات شوفوا كي كتجي، شتي خفيفه. غير جربوها. السلام عليكم.